السلام عليكم، أهلًا وسهلًا حبيباتي، أخواتي الغاليات، أمهاتنا الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم البنات؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد، كُلّه نشاط، كُلّه طاقة، كُلّه تفاؤل إن شاء الله، وكُلّه اقتراحات اللي غزالين. غنشارك معاكم النهار ديالي كيف ما هو، وأكيد جيت لكم في هذا الفيديو بالجديد كيف ما عودتكم البنات ديما. ودابا غادي نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بديت معكم فيديو كانت ناقصاني شي خضيره. المهم اليوم حامل مشى للخدمه، ما تقدا ليا ما حتى شي حاجه، اليوم تحملت مسؤوليه ديال كلشي، لا من الزنقه لا من الدار. صافي مشيت تقديت غير داكشي اللي خاصني، غير شويه ما كنبغيش هكا نهز الثقل، جبت غير شويه كان ليكوش بعدا ما بقاش عندي نهائيا. باقا الناس كندير بعدا الاميره، انا ليكوش ما غنحيدو لها ان شاء الله حتى الصيف، حيت هاد البرد هذا ماشي ديال التحياد، غير غيدخل الصيف ان شاء الله. صافي هذيك هي الوقيته المناسبه غنحيد لها ديك الساعات ليكوش، باش غادي تدخل العام الجاي ان شاء الله. لا هكايا المدرسه هكا مع الوليدات محيده ليكوش، يعني في الصيف غادي نحيدو لها في دقه واحده. يعني راه 3 ايام 4 ايام كاع راه كيتحيد للوليدات ليكوش، لا عرفتي يعني ديك 4 ايام كتخصصيها غير ليهم، كتحضيهم مزيان. صافي هنايا البنات بعدا كينات اليوم غادي باغا نغسل الثلاجه، ولات عندي حاله قلت قبل ما غنمشي نغسل الثلاجه ولا غنبدا شغالي ولا اي حاجه، بغيت نرقد هاد الصدر ديال الدجاج مع بغيت نوجد به الغدا. رقدته بشويه ديال الحامض كما شفتوا، عصرت عليه واحد الحامضه مزيان، غير الصدر اللي جبت، ودرت فيه شويه ديال السكينجبير والملحه. صافي وغيترقد مزيان مزيان، عاد باش غادي نغسلو غنشللو غنحيد منه داك شي شويه الشحيمه لا كاين، راكم عارفين الصدر اصلا كيكون نقي. صافي غنطيبو. المهم هو انه تحيد منه ديك الزفوره بالحامض ويتنسم، كيشرب ديك السكينجبير وديك المليحه كيجي زوين. شوفوا الثلاجه عندي حالتها موسخه، وراه شحال هذا اللي قلت لكم زعما مده ما غسلتهاش وما مسحتهاش، مده طويله. راني خويتها من كاع داكشي، ما بغيتش نوريها لكم وهي كانت عامره وكانت حالتها حاله. شي خضره اللي كانت خاسره حيدتها منها، شي قراعي اللي مثلا قريب يفوت عليهم التاريخ ولا شي حاجه كنحيدهم، اولا قبل ما يفوت عليهم التاريخ انا غير حاجه لا طولت عندي مثلا بحال هكا ديك شهرين وهي مفتوحه كنلوحه كنخاف منها، وكنلوحه واخا يكون باقي التاريخ ديالها طويل، كدوز عندي غير شهرين. شي قرعه مثلا كيتشوب ولا شي حاجه كنلوحه، لحت كاع داكشي اللي غيتلاح. هادو الشبيكات ديال الخضره. المهم الثلاجه الصراحه ما بقى فيها ما يتشاف، ما حملتش باقي نحط فيها حتى مطيشه وهي بحال هكاك دايره. هاد الشبيكات موسخين راكم عارفين، مع كنديروا فيهم الخضره وداك الشيء. وصراحة تلهيت وغفلت عليها من شحال هذا، ما بقيتش غسلتها. قلت اليوم غادي درت المهم واحد البينيو فيه واحد النقيطه ديال الجافيل باش الشبيكات كيخرجوا نقيقين وكيشعلوا. جبت هادو ديال البيض، جبت البانيوات ديالها. كتعجزني حيت صراحه الثلاجه راه كتشد شويه الوقت وكتعذبك شويه دوك البانيوات ديالها وداك الشيء. كنبغي نخصص لها النهار اللي ما يكون فيه عندي فيه لا شغال لا والو. مع البارح ما صورتش معاكم، البارح جمعت الدار وسيقتها وقديتها. صافي قلت اليوم ما عنديش زعما هكا الشغال، ما عندي حتى شي حاجه غنخصو غير هاد الثلاجه ننظمها ونقادها، باش حتى الا جبت الخضره ولا شي حاجه بعدا ملي كتكون عندي كتحطيها في الثلاجه وهي نقيقيه. صافي المهم هانتوما كيما شفتوا كنغسل هكا الشبيكات، وغادي نغسل حتى دوك البانيوات هادو اللي عندي هنايا، هادو المجوره. بعدا هاد المجرى البنات غزال هذا، بعدا هذا كيحافظ لك على اللحم. والله الا كندير فيه بعض المرات اللحم حتى يومين وما كيوقع عليه والو. هاد المجرى اللي ما عارفينهمش البنات لاش كيصلاحوا، فيهم درجه الحراره زعما تحت الصفر، فهمتوا؟ يعني كيحافظوا لك على الحوت مثلا درناه غير في الثلاجه عاديه. شي مرات السرديل الا جبنا السرديل ودرناه غير في الثلاجه عاديه، المهم كيصبح ماشي هو هذاك. ولكن الا جبتي السرديل ودرتيه في هاد المجيرات هادو كيبقى لك كيف ما هو. الدجاج مثلا عجزتي اليوم على انك تغسليه ولا شي حاجه ديريه فيه. اللحم مثلا باغا طيبيه من هنا الغدا بلا ما ديريه في الفريغو وتخليه غير في هذيك الطبقه، يعني في هذا في المجوره. المهم زوينين هاد المجوره كينفعوا. ايوا المهم كنغسلهم وكنحافظ عليهم لا نمشي البنات نهرسهم، يعني كنغسلهم كنغسلهم وحاضيه معاهم. صافي المهم غنغسل هاد المجيرات هادو، غنغسل حتى داك المجر الكبير. داك المجر الكبير عرفتو عصبني، جيت بغيت نشللو هنايا ومع مسيقه زعما الكوزينه ما فيها اللي يعاود يسيقها عاوتاني. صعيب نغسلو هنا. ديما انا كنخلي نهار اللي كنكون باغا نسيق عاد كنغسلو، زعما حاولت معاه انني نشللو هنا، ما بغاش يتشلل ليا هنايا، جاني صعيب باش نشللو وانا نديه للبالكو هكا ديال الكوزينه. هذاك نيت اللي عندي فيه هكايا يعني سراطه الماء. حطيته تما وانا بقيت كنكب عليه هكا في الماء حتى شللته، كررت هذاك الماء اللي تما في البالكو. صافي راه عاد باش غتشوفوني غير حكيتو معكم بالصابون وانا غبرت مشيت حتى شللته. صافي ما صورت لكمش فاش شللته حيت هنا شوفوا كي جاني صعيب، حاولت نشلله وما بغاش. صافي انا راه شللته قديته مسحت دابا البوطاجي. صافي دابا بقات لي غير الثلاجه.
نبقى نضرب لها واحد المسيحه تكون نقيقيه، خليت هادو كيتسقطروا. قلت بعدا نغسل المسائل. عرفتوا اليوم بعدا غنعطيكم واحد الاقتراح للغدي، هو غزال ساهل ماهل، شي حاجه اللي ما باغياش تبقاي واقفه في الكوزينه وطيبي شي حويجه اللي صحيه وبنينه بنينه بنينه. واحد الروز كيجيب الدجاج بطريقه ساهله بزاف، يعني الدجاج بالروز كيجيب واحد الطريقه سهله وبنين بنين وصحي كما قلت لكم بالخضره. يعني الدراري كتلقاي انهم كلاو لك الخضره خيزو ما كيحسوش بها، كلاو القريعه. شوفوا بعدا الثلاجه يعني حالتها مسخه. قلت راه نضرب لها مسحه بعدا بالناشف غير بالماء دافي. درت واحد البينيو فيه شويه ديال الماء دافي، كنحماش نحط يدي في الماء بارد كيتال معنا. انا كنغسلو مع بناتي بالماء دافي، والله الا عرفتو كنعطي الشوفو قتله زعما البوطه ديالو. كان البرد كامل وكنبقى نستعمل انا غير الماء دافي بحال هكايا في الماعن في كلشي. دغيا كتسالى البوطه ديال الشوفو، كدوز السيمانه كتسالى. كنضل نغسل بها الماعن، ما كنقدش نغسل بالماء بارد مع الماء تبارك الله. يعني هنايا ديالنا التشاون مع كيهبط من الجبال كيكون بارد كيقطع يجمد لك يديك. ايوا صافي درت هنا شويه الماء كما شفتوا في الاول. شللت الثلاجه مزيان، مسحتها من داكشي ديالها كامل، داك الفرتيت الخبز مثلا، داكشي الخضره يعني شي حوايج كنحطهم في الثلاجه مسحتها. عاد باش جبت بانيو نقي عاوتاني غسلت الشيفونه ديالي مزيان، وجبت بانيو نقي ودرت فيه الخل. عرفتوا درت الخل فيه مزيان، وحتى الثلاجه هكا قطرت عليها الخل كيف ما شفتوا معايا كلها درتها بالخل. كتبقى فيها واحد الريحه غزاله، الخل كيحيد لنا كاع ديك الريحه الخايبه وكينقيها لك مزيان مزيان مزيان. يعني الخل راه هو الحاجه الوحيده. اصلا كانوا الصراحه نصحوني به نيت غير المتتبعات ديالي، والله العظيم شحال هذا البنات اللي بادين معايا قدامين راني عارفين الطريقه. كي كنت كنغسل الثلاجه كانت عندي واحد الليجه صغيره، عرفتو كنت ما كنحيد لها دوك السلوكه كنشلبخها بالماء، كندير بانيو فيه الرغوه الرغوه الرغوه، وكنت كنبقى نغسل فيها ونكب عليها في الماء. كانوا كيقولوا لي البنات ناري حيط راه قلبنا كيضرنا ملي كتكوني كتكبي على الماء الثلاجه بهذاك الشكل، راه قلبنا راه غيصوتك الضو زعما ولا غتخسر ليك ولا شي حاجه. ايوا المهم كنت كنغسلها الصراحه بالبانيوات والتيد، كنت كنبقى نكب عليها في الماء. ايوا هذه البنات من نهار جبتها زعما راني تهليت فيها، حيت صراحه انا راه شريتها غاليه شي شويه، تهليت فيا يا ربي. غير نهار اللي نكون غنرحل توصل ليا زعما وما تضرب ليا ما حتى شي حاجه، والله العظيم. يعني تمشي بها زعما هكا من مدينه لمدينه، نحاول كيفاش ندير باش توصل ليا مقاده ما تدغش، راه الرحيل كيهلك الحاجه. صافي المهم ما علينا، راني غسلتها وقديتها. دابا غادي ندوز نستف هكا شويه ديال الخضيره اللي عندي. ما راكم عارفين جبت البنات غير شويه، انا ما قديتش نهز تقولوا اصلا انا البنات ما كنتقداش بزاف الخضره الصراحه، ما كنتقداش زعما هكا الخضره كثيره. يعني فاش كنخرج نبغي نتقدا كنتقدا غير شويه، وتا لا كان حامد غيتقدا ليا كنقول ليه جيب لي شويه داكشي اللي غنستعمل. انا الخضره كتخسر ليا ما نكذبش عليكم. يعني بعض المرات انا كنوع، يعني مره كندير كسكسو، مره هادي مره هادي مره هادي. ملي كنجيب مثلا شي حاجه اللي انا ما كنكونش محتاجاها و تقدر تخسر. نجيب مثلا 2 كيلو ديال الخيزو يقدر يخسر، مثلا نجيب 2 كيلو الفلفله و2 كيلو ديال هادي وهادي. كيعجبني نتقدى غير داكشي اللي غادي يقضي ليا واحد اليومين، وعاوتاني يومين اخرى يجيب ليا حامض شويه. انا لقيت راسي زعما ارتحيت في هذه القضيه. الديسير مثلا هو اللي كيجيب ليا منه صافي. تا هو مثلا الليمون كيجيب ليا 2 كيلو، البنان كيلو، التفاح كيلو، هذاك الديسير ما كيخسرش. ولكن الا فتحت جبت البنات الخضره كثيره كتخسر الصراحه. المهم هنا غندوز غنقول لكم، قلت لكم جايبه لكم اقتراح زوين ديال الغدا، الروز بالخضيره واعر. ها نتوما كما تشوفوا معايا عندي الدجاج اللي هذاك الدجاج قسمته على 2، قطعته راك شفتي دوك 2 صدوره نص، واحد الصدر واحد قطعته بحال هكايا، غسلته مزيان. شوفوا راه مشرب الحامض وكل شيء، غسلته مزيان وقطعته على 2. النص واحد غادي نزوق به بحال غنحمرو في هذيك القلايه الهوائيه، والنص غنطيبو. الروز راه مرقد عندي في الماء. ودابا شوفوا الفلفله عندي، القرعه عندي، خيزو، يعني عندي خضيره منوعه. واحد البصيله راهي رديتها كتشحر مع زويته وشويه الملحه، رديتهم كيتشحروا. ضفت عليهم هذاك السدير ديال الدجاج اللي مقرد هكا طريفات صغيورين. ودرت هنا واحد 2 ديال الفلفلات كبارين. راكم شفتوا الفلفلات قداش انا اصلا جبتهم، جبت فلفلات كبار، وحده حمراء وحده خضراء. صافي هذه الفلفلات هي راه مفيده يعني هنا باش تعرفوا هاد الاكله كياكلوا لكم فيها الدراري الخضره كتجي بنينه. المهم انا من محبين الروز صراحه، انا كيعجبوني بحال هاد الاكل بزاف. هنا عندي واحد 2 خيزوات حتى هما كبارين اللي حكيتهم في الحكاكه. وهنا عندي واحد 2 ديال القرعات اللي حتى هما كبارين حكيتهم في الحكاكه، باش هاد الاكله تجي يعني الخضره تبارك الله فيها بزاف وما كتبانش راه كي دايره فيها هاد الخضره، ما كتبانش نهائيا. صافي عندي نص كيلو ديال الروز،
يعني هاد الخضره هادي درت فيها نص كيلو ديال الروز كلاصي العادي. صافي المهم رديت هاد الشيء كيتشحر مزيان مزيان كما شفتوا. رديت البصله والدجاج هي الاولى تشحروا، عاد باش ضفت الفلفله، عاد باش ضفت من وراهم خيزو القرعه. دابا غنضيف التوابل، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، واحد شويه ديال الابزار، وواحد شويه ديال الخرقوم والكمون، شويه الكمون والملحه راه ضفتها في الاول مع البصله، تشحرات مع البصله باش ديك البصله يعني دغيا كتقلى علينا. صافي وبديت كنشحر في هذا الشيء، كنقلي فيه بحال هكا مزيان شويه باش كيجي مقلي هكا شويه، كيجي زوين يعني احسن من تجيو هكا كلشي تطلقوه بلا تشحار. درت زيت العود، راه شتوني درت زيت العود حتى هو درت مزيان واحد الكميه مزيان، وعاود ثاني زدت زيت العود ملي ضفت الخضره راني زدت زيت العود. وهنا راه كان مرقد عندي الروز كما شفتوا قبيله، فاش رقدت الحامض غسلت حتى الروز مزيان ورقدته معايا في الماء بحال كنقولوا نقعناه باش كيكون بعدا شويه تشرب لكم بشويه الماء. ودابا جبت الروز حطيته وبديت كنحركو مع ديك الخضيره مزيان، كنحركوه حتى كينسجم لينا مع ديك الخضره باش كيطيب طيبه وحده، ماشي تطلقوا الروز وتخليوه، لا كيتخلط خليطه وحده مع بعضياتو باش ملي كتسدوا عليه الكوكوط كتلقاوه كتحلوا عليه كتلقاوه تشرب ليكم يعني هذاك ديك الماء، كتلقاوه اصلا منسجم مع الخضره والدجاج داكشي. كتجيو كتبداو تحطوه تقدموه في الطبيسيل ديالكم. دابا مرقت عليه غادي نسد عليه واحد 15 دقيقه. صافي 15 دقيقه كيكون طاب، لان عندي الروز اصلا منقوع كما شفتوا واحد ساعه تقريبا. صافي سديت عليه هنايا الكوكوط، صافي غنخليه 15 دقيقه وغنحلو. كما قلت لكم قبيله جبت واحد جوج سديرات، واحد خليته بغيت نزوق به من الفوق اللي ممكن انكم نتوما ما ديروش كاع. انا قلت غادي نديرو، درت تما في داك الدجاج مع اصلا يعني كما قلت لكم راه مرقد في شويه الحامض وهذاك، درت عليه شويه الابزار وشويه ديال الكمون وزويته بلديه. صافي هادشي اللي درت فيه. ودابا راه غنجيب هاد القلايه هادي، راه الرز ديالي 15 دقيقه قلت لكم وغنحطو نيشان غيجيني نيت مع هذا الدجاج حتى هو غنطيبو. هذا راه ياخذ ليا غير واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق وها هو وجد مع غير شويه عندي. صافي شعلت عليه هنايا تقريبا حتى شعلت عليه وانا نعاود نطفي. قلت خليتي تنقرب نطفي على الكوكوط، قلت عاد باش نشعل عليه باش يجيني نيشان. ها نتوما شوفوا بعد 15 دقيقه انا حليت على الكوكوط، جا الروز مشرب، ما ملصق ما محرق ما حتى شي حاجه. والله البنات لا بنينه صدقوني. زعما هاد الاكله زعما الا درتوها لوليداتكم راه غتعجبهم. انا بعدا كتعجب ولادي بزاف بزاف بزاف، كنديرها لهم كياكلوا فيها وكتعجبهم، وكنفرح لانهم كلاو ليا، كنحس انهم كلاو ليا بعدا شويه ديال الخضيره هكا خيزو كلاو هذا. يعني راكم عارفين الا درتيه ليهم من غير كسكسو، انا فين كياكلوا ليا ولادي الخضره بزاف في كسكسو وفي بحال هاد الاكل هكا اللي كيكونوا الشوربات. صافي هما فين كياكلوا ليا خضره مزيان. الا درت لهم في المرقه ما عرفتش كنحس بهم ما كلاوش الخضر زعما مزيان. صافي زوقت بشويه داك الدجاج كيف ما شفتوا، هو كيعطي واحد التزويون هكا كيكون محمر من الفوق. وهذه هي البنات الغديوه ديالنا، كنتمنى انها تعجبكم وكتجي زوينه وبنينه بزاف. صافي مهم غادي ندوز دابايا، غادي ندير معاكم واحد الحريشات في الفران من وراني شان الدجاج طيبت معاكم هكا حتى العشيه. طيبت معاكم هكا واحد الحريشات البنات، شوفوا بعدا شوفوا كيفاش داير ناشف وكيجي زوين وزعما غزال غير جربوا على حسابي. هنا غنصوب معكم واحد الحريشات في الفران كيجيو خفن زربن، قلت غنشربوا بهم هكا واحد الكويس اتاي بالشيبه، جاب لي نيت حميد مع واحد الربيطه الشيبه. تما عندي نص كيلو كما شفتوا معايا ديال السميده، عندي واحد الكوك كاس لاروبة الكوك، وواحد نص كاس ديال السكر سنيده فقط، نص كاس فقط. غادي نضيفوا واحد الخماره، واحد جوج خمارات حمرين، وغادي نضيفوا واحد الخنيشه ديال الفاني ديال الزهر. الا ما عندكمش خنيشه الفاني ديال الزهر غادي تستعنوا بواحد الحامضه محكوكه. انا عندي ديك الفاني من الصنب الزهر صافي هو باش درتو صافي. وهنا ضفت واحد الكاس لاروب عاوتاني ديال الزويته، يعني زيت هكا كاس لاروبة العنبه، وبديت كنخلط هذوك النواشف مع بعضياتهم وبسستهم كما شفتوا معايا بالزيت. ودابا غادي نضيف واحد الحبه ديال البيض وحده، وغادي نضيف واحد دانون طبيعي اولا دانون ديال الفاني. انا درت هنا دانون طبيعي، وكندير اصلا ديما دانون زعما دانون طبيعي ديما كنديرو في هاد الحريشات هادو. وزعما تضانون راه كيعطي واحد المذاق زوين. المهم درتو طبيعي وصافي بلا سكر. هنا بعد ما كما شفتوا معايا خلطت الخمارات داكشي مع السميده. هنا دزت الحليب درت فيه داك دانون
دزت الخليط زعما شقيت فيه ديك البيضه ودرت فيه داك دانون، ودابا بديت كنخلط بالحليب، يعني كنخلط بالحليب عيني ميزاني بحال هكا تتبان ليا يعني شويه خفافت شويه، لان هي داك الخفه ديالها شويه غنخليوها غير واحد شويه على ما نوجدوها نلقاوها، على ما نجيبو الطاوه ديالنا نديرو فيها داك الوراق، نجيبو شويه ديال الكوك والسميده خلطناهم مع بعضياتهم باش غنكورو، كتكون صافي شربات لك هذاك الخفه شي شويه السميده راكم عارفينها كتشرب. ما زعما ماشي واحد الحاجة اللي مهمة، يعني واخا ديروها خفيفة شوية راها غتشرب ليكم، فهمتوا؟ صافي المهم ها نتوما كيما كتشوفوا غنبدا نكور هكا كويرات اللي قد بعضياتهم، نحاولوا نديروهم قد بعضياتهم. هاد الحريشة ساهلة، عرفتوا أسهل منها ما يكون، أسهل حاجة ممكن تصاوبوها في الدار ديالكم وغتنجح معاكم مليون في المية. تبعوا غير هاد الخطوات اللي قلت لكم ناجحة 100% 100%. ما كاينش اللي ما كتنجحش ليه لأنها ساهلة وضروري كتشق في الفران. ها نتوما درت الكويرات ديالي حاولت نبعدهم شوية، شعلت عليهم الفران للفوق ولتحت على 200 درجة وجبدتهم، وها هما كما كتشوفوا النتيجة كيتشققوا، كيجي فيهم واحد اللوين وواحد الهشاشة كتجي فيهم فنة. انا غنقطع معكم واحد الطريف غتشوفوا كيفاش جاو غزالين، وضروري ما كيتشققوا معنا بحال هكا في الفران، ضروري ضروري. ايوا ها هما الحريشات، كنتمنى انهم يعجبوكم وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وكنبغيكم بزاف ما تنساونيش من اللايكات، وبسلام عليكم.